السلام عليكم وصباح الخير عليكم، وعدنا بعد غياب طويل. اليوم ان شاء الله خرجت واحد الخريجه نجيب واحد شي تقضيه من واحد سوبر مارشي قريب ليا. هاد السوبر مارشي هو سوبر مارشي ديال المغاربيين، ولا هو سوبر مارشي ديال الجزائر، ولكن فيه السلع المغربيه ديال تونس، ديال المغرب وديال الجزائر. كما كتشوفوا معايا غتشوفوا واحد شويه التصوير بسرعه ومن الاسفل، لان الناس كيتقداو باش نحترم انني ما نصورش الناس اللي ما كنعرفش. فغندير لكم غير مقتطفات من بعض آه، بحال قلتو السلع اللي كاينين كيتباعوا، اللي هما تقريبا بحال السلع ديالنا ديال المغرب. هنايا كاين الخضر، هاد البصيله راكم عارفينها، اللي كنسميوها حنا في المنطقه ديالنا بصيله خضاريه. كاين النعناع، بصراحه النعناع اللي كناخذو من هنا النعناع زوين بزاف. هنايا كاين واحد المطعم فيه الاكلات، كيديروا الاكلات المغربيه، اكلات الجزائريه، الاكلات التونسيه. هذه الجهه هي اللي فيها لي بسكوي، لي بسكوي اللي كنديروا في لي غاتو، ولا اللي كناخذوا للدراري صغار، ولا اللي كناكلوا حنانيت كنديروا بهم لي كلاص، كنديروا بهم التحليات. هذا بسكوي محشو بالتين، كاين ديال التمر، كاين الشوكولا، كاين الانواع هذه الباستا، كاين الانواع بالفاني، بالشوكولا، بالفريز. الاثمنه مناسبه والجوده مزيانه. انا كيعجبني نتسوق من هذا المحل ولا هذا السوبر مارشي. هنا العسل، هذا العسل فيه العسل اللي هو ديال الجزائر، ولكن اغلبيته العسل ديال هنا ديال كندا. العسل اللي ما فيهش درجه ثانيه ولا درجه ثالثه، ولا عسل السكر. يعني كندا فيها العسل الحر، هذيك الصفه ديالنا ديال الاتقان، هذه زيت الزيتون، هذه هي اللي كناخذ ديال منطقه القبائل الجزائريه. جربتها زوينه في الطياب ولا في الاكل، زوينه بزاف. هذه بلاصه لي صوص، هذه العطريه، كاينه هذا النوع ديال العطريه زوينه، ولكن انا كناخذ هذه سميتها ريفر. انا كناخذ العطريه سلمى، العطريه سلمى زوينه يعني، والريحه ديالها مجهده وكدير الماكله بنينه. هنايا جميع انواع العشوب اللي يمكن تصوروها تلقاوها هنا. يعني الناس اللي جايين من المغرب ما كنصحكم، ماشي غير في هذا المحل، مي كاع المحلات راه غتلقاو فيهم جميع انواع العشوب اللي كنستعملوا، غتلقاوهم هنايا في كندا. هذا الكسكس والمعجنات، كاين كسكس تريا، كاين داري، كاين الاتقان. الماركات ديال المغرب كاينه الصفه، يعني الماركات ديال المغرب. كاين الدقيق حتى هو ديال كنز، كاين موني، جميع الانواع اللي كنا كنستعملوا في المغرب كاينين. هادو لي صوص، انا كناخذ هذه باستين زوينه بالنكهه ديال الحبق، يعني سلع في المتناول. هذا عجينه الكف ديال الماعن، كاين مسحوق الكف ديال التصبين. كاينين منتجات مغربيه بكثره في هذا المحل. هادوك معنات الجطاب اللي كنديروهم في الخرجات، ولا اللي كنديو الماكله ديالنا للخدمه، كيحافظوا لينا على السلامه وعلى السخونيه ديال الماكله. هنا غادي تشوفوا على الثراء ديال الحامض، صغيره هادو شميعه ديال عيد الميلاد. كاين غتشوفوا معايا دابا، وهي كاين المناشف ديال الكوزينه، كلشي متوفر، هو قريب ليا يعني بينه وبين الدار. ملي كتكون عندي يعني كيكون عندي الوقت كنمشي ناخذ منه قريب. غتشوفوا معايا دابا المشيطه المشيطه المدوره كما كنسميوها، ها الكيس ديال الحمام، ما تجيبوش معكم راه موجود حتى هو. هادو طابيات ولا زريبيات، يمكن ديرهم في اي بلاصه، يقدر ديريهم حدا الباب، ولا
زويونين، ثمنهم مناسب. درت لكم مقتطفات لان كنعرف بزاف العيالات كيعجبهم يشوفوا هذا الشيء، كيعجبهم التسوق ولو عن بعد. هادو كنت محتاجه مملحات، فهذه الجهه ديال المملحات اللي ما كياخذش الحلاوه ولا ما كتعجبوش الحلاوه، كاينين مملحات متوفره. غادي ناخذ انا من هذا النوع، ما عمري ما جربته، غادي نجربه اليوم. هذه الجهه ديال العصائر، العصائر متوفره وبكثره في جميع 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 المحلات، سواء المحلات ديال المغاربيين العرب او لا ديال الكنديين، فالعصائر موجوده وبكثره هنايا. الحمد لله على الخيرات ديال الله سبحانه وتعالى، رزقنا الله واياكم من فضله. هنايا الشوكولا انا كناخذ هذه. عاوتاني العسل، كاين عسل بحبه البركه هو هذا، وكاين العسل بالشهد، يعني كتلقاي العسل فيه الشهد ديالو. كما غنعاود نقول لكم في كندا ما كاينش عسل درجه ثانيه ولا درجه ثالثه، كتاخدي العسل الحر لان الزهور متوفره بكثره الحمد لله، لان الجو هنايا والفرشه المائيه يعني منتعشه، يعني النحله كتلقى فين ترعى. هذه الزبده كاينه زبده فيتال، كاينه زبده الجزائر، وكاينه الزبده الكنديه لاكتانسيا حتى هي زوينه. هادو الياغورت حجم كبير، هذا ياغورت طبيعي حجم كبير. وهذه الجهه ديال اللحوم، الدجاج حلال، كاين اللي كتلقاه بالتتبيله وكاين اللي كتلقاه عادي. هادو الكوانص، السوسيس، وكاين الكفته، وكاين البروشيت حلال ونقي، انا كناخذ منه نقي. العطريه ديال سلمى هي هذه، وباقي ان شاء الله غادي نكمل معكم الجزء الثاني في الجهه ديال الحلويات والجهه ديال المخبوزات، ونشارك معكم هذا المنظر الطبيعي. سبحان الله العظيم، الطبيعه في كندا، سبحان الخالق المبدع الوهاب. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.